ريال مدريد بقى لهم ماتش واحد باش يديو الشامبيونز ليغ رقم 15، وهذا الشيء راه خارق للعاده حيت كاينين بزاف ديال لي كلوب ما قدروا يديو حتى وحده. وقبل ما نشرح كيفاش كيديروا ليها خاصكم تعرفوا الشباب باللي ما كاينش شي حاجه اللي سيونتيفيك كتبرهن على هذا الشيء، بحال مثلا شي ستيل دو جو اللي الريال مدريد كيلعبوا به. ولكن واحد من الاسرار هو البدايه ديال الريال مدريد في الشامبيونز ليغ. هاد النادي ربح اول لقب ديالو في 1956 ومن تما هما كيديو واحد مور واحد لمده 5 سنين. وهنا في الضبط فين الثقافه ديال الربح في الشامبيونز ليغ ولات مغروسه في النادي. ما بين 1956 و 1966 يعني في 10 سنين ربحوا 6 ديال المرات، وصلوا للفينال 8 ديال المرات. اللعابه ديال ديك الوقيته هما اللي حطوا هذه الفلسفه، واي لاعب دابا كيلبس التوين ديال الريال مدريد كيحس بالمسؤوليه حيت خاصو يمشي على خطى دوك اللعابه الاولين. ودابا غادي ندوزو للسر رقم 2 اللي هو احسن واكبر منظومه لاكتشاف المواهب الكرويه. الريال مدريد راه ماشي غير كلوب، الريال مدريد راه سيستيم لاكتشاف المواهب الكرويه. الخطه الاولى اللي كيديروا هما كيشريو اللعابه اللي كيكونوا صغارين بزاف، كيجيبوهم من عندهم وكيكونوهم. والخطه الثانيه هي كيجيبوا شي لاعب اللي يلاه بدا كيبان اولا شي لاعب اللي فريمون باين. واهم حاجه هي في الفئات الصغرى ديال الريال مدريد دايرين واحد الحاجه اللي ما يديرها حتى شي نادي في العالم كامل. احسن اللعابه اللي صغار عند الريال مدريد يا اما كيتبريطاو يا اما كيتباعوا لشي نادي، ودائما كيخليو واحد لاكروس في الكونطرا باش يعاودوا يجيبوه وقت ما بغاو. وهكا الا داك اللعاب خدم على راسو وصل للنيفو ديال الفريق الاول راه كيجيبوه كيعطيوه فرصه، بحال كارفاخال، كازيميرو وموراتا، واخر واحد اللي هو ابراهيم دياز. وحتى فاش كيشريو اللعابه اللي ديجا واعرين راه قليل فين كتلقاوهم كيشريو لعاب اللي فايش 30 عام. وفي هاد السنين الاخيره اللعابه اللي خداو كانوا كبار شويه هما كارفايو، فان نيستلروي، إيمرسون وكانافارو. ولكن هاد اللعابه كاملين الا ما كانوش فاهمين السر رقم 3 راه ما عندهم ما يديروا به. العقليه ديال البطل، الانعراج البوزيتيف اللي تدار في هاد الفرقه هي في الوقيته ديال انشيلوتي فاش كان كيقلب على لا ديسيما، بمعنى كاس دوري ابطال اوروبا العاشر. ومن ديك الوقيته هما غاديين مزيان، والفرقه الوحيده اللي قدرت تربحهم في شي فينال هي الاتليتيكو مدريد. 2014 في السوبر كوبا دي اسبانيا و2018 في السوبر كوب. الفينالات عند هذا النادي راه كاع ما كيتلعبوا ولكن راه كيتربحوا. من 2014 لدابا لعبوا 19 الفينال وربحوا منهم 17، يعني تقريبا في 10 سنين راه ضربوا 17 طروفي. اما اخر مره خسرت الريال مدريد في شي فينال ديال الشامبيونز ليغ كانت في 1981 وضد ليفربول. وهذا الشيء اللي كيبرهن على الجوع اللي عند اللعابه، الجوع ديال الرباح الشباب. وكيف ما ذكرت قبل هذا الشيء راه بدا شحال هادي. السر رقم 4 الملكيه التي لا ترحم. بيريز هذا الرئيس بلا شك تعتبر هو الرئيس اللي دار ريفولوسيون كبيره في هذا الكلوب. في 1995 دفع للرئاسه وخسر، في 2000 عاود دفع ولكن هذه المره راه قدر يولي هو الرئيس. ومع جاب مع واحد الحاجه اللي سميتها سياسه الجالاكتيكوس، اللي هي يسيني مع اللعابه اللي واعرين بزاف ويبقى يهز الفرقه بشويه بشويه. في 2000 نيت بدا بلويس فيغو وموراها جا اوين، بيكام، زيدان، روبينيو، رونالدو وزيد اللي بيهم غادي يربح 2 ديال لا ليغا والتشامبيونز ليغ رقم 9. وبالقدوم ديال هاد اللعابه الريال مدريد ما بقاتش واعره غير في التيران بل حتى خارج التيران. يعني الشباب فلوس حول الريال مدريد من كلوب اللي عالمي الماركه اللي عالميه، وغير من التونيات اللي كانوا كيتباعوا ديال النجوم قدر يخلص كاع الديون اللي على الفرقه. وباش نبسطوا الشباب شنو دار بيريز، كريا واحد الكابيتاليست موديل اللي دخل منه بزاف ديال الفلوس من لي كونطرا مع الدوله، مع الماركات، مع الاشهارات. ودوك الفلوس اللي كيتربحوا كيعاودوا يتانفيستاو باش كيجيبوا لعابه اللي واعرين وسيرتو غاليين اللي بدورهم كيجيبوا بهم القاب. وحتى هادشي اللي هضرنا عليه ما كانش غادي يقدر يكون بلا السر الاخير اللي هو الجمهور لوس بلانكوس. هذا الجمهور اللي معروف عليه 2 ديال الحوايج، كيبغيو اللعابه اللي واعرين ومشهورين وما كيحملوش يخسروا. ولا شي لعاب دار شي زبله راه ما كيرحموش في التيران وكيصفروا عليه. واول سوبر ستار اللي ما رحموش هو دي ستيفانو اللي في 1962 كان دار واحد الاشهار في واحد التصويره كان باين فيها ومكتوب لتحت كون كنت مراتي كون لبست بيركشير. واول ماتش من مور هاد البوبليسيتي مع دخل التيران كلشي بدا كيصفر عليه. كريستيانو رونالدو حتى هو ما زهقش منه وصفروا عليه ماشي مره ماشي 2. راؤول غونزاليس حتى هو صفروا عليه. بيان سور الشباب انا ذكرت دابا غير 3 ديال لي ليجوند، اما لا ليست راها طويله بحال ايسكو بيل هادو كاملين اللعابه صفروا عليهم.
كنتمنى الشباب هذا الفيديو تكون عجباتكم وسيرتو تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبارطاجيو المعلومه، تخليو لي كومونتير زوين وتضربوا في ديك لايك. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.